دائما في رمضان كنبغيو نوجدوا اكلات سهله وبسيطه وبمكونات اللي كيكونوا موجودين عندنا في الدار. وباش نهرسوا الروتين ديال وجبه الفطور اللي كيكون ما بين المملحات والحلويات، اليوم غادي نوجدوا طبق الدجاج اللي كيجي محمر وخاتر مع البطاطا، ويمكن لكم ترافقوه مع اي خضره كتفضلوا. بطبيعه الحال كما عودتكم الوصفه سهله وما فيهاش مراحل كثيره ولذيذه بزاف. وباش تحصلوا على هاد الفتاوى في الدجاج ديالكم لازم تكون تنقيه على حقها وطريقها، وانا غادي نخلي لكم رابط ديال التنقيه. وغادي نشارك معكم حتى عصير ديال الخيار والليمون الصحي والمنعش لطبق متكامل. نبداو على بركه الله بالعطريه هي الاولى ديال الدجاج. غنحتاجو معلقه ديال الفلفله حمراء، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال القزبور يابس يمكن لكم تستغناو عليه الا ما موجودش، معلقه ديال الملحه وديما المعلقه صغيره. كنضيفوهم في داك الاناء وغادي نكملوا باقي المكونات. غنضيفوا واحد جوج حبات ديال الثومه اولا ثلاثه اللي كنكونوا حكيناهم من قبل، وغادي نضيفو جوج معالق مخلطه ما بين القزبر ومعدنوس. يمكن لكم تزيدوا ولكن جوج معالق كتجي هي هذيك كتجي كافيه بالنسبه لهاد الكميه اللي عندي انا. دائما الكميه كتبقى على حساب افراد العائله. هنا عندي واحد البصله اللي جبتها وحكيتها. البصله كنديروها باش كتفتي لينا الدجاج وكتعطي داك المذاق زوين وكتجي مدغمره. غنضيف واحد العصره ديال الحامض وصافي مباشره غادي نبدا نزيد الصوجه. بالنسبه للصوجه انا درت غير معلقه كبيره حيت عندي خفيفه، الا عندكم ثقيله راه كديروا غير معلقه صغيره، الا ما عندكمش كاع راه كتستغناو عندها عليها بطبيعه الحال. هنا درت واحد الكميه من الزيت. بالنسبه للزيت كنديروا ربع كاس. درت زيت الزيتون الا ما موجوداش كديروا غير الزيت النباتيه، داكشي كيبقى على حساب الاختيار. درت معلقه ديال الزعتر، ويمكن لكم تضيفوا اي اعشاب مسمه كتفضلوا. بالنسبه لهذا الطبق كيجيب الاعشاب المسمه زوين بزاف. صافي كنخلط داك المكونات مع بعضها. انا بان ليا داك شرموله بحال لي يعني خاتره بزاف، زدت لها واحد شويه د الزيت. انا غنزيدو معكم يعني ربع كاس اللي عطيتكم في الاول راه هو هذاك. صافي مباشره غنجيب داك الدجاج ديالي وغنبدا كنشرمل فيه. الدجاج دائما كيبقى على حساب افراد العائله. هنا كانوا عندي انا 3 ديال الفخوطه. وعلاش كناخذوا الفخوطه وما كناخذوش الصدر في هذا الطبق اللي كيدخل الفران؟ لان الصدر الا درناه في الفران وخدا واحد الوقت طويل باش يطيب كينشف، على عكس الفخذ دائما كيكون فيه داك الماء ولا داك الجيلاتين اللي كيكون فيه، يعني كيستحمل الحراره على عكس الصدر. يعني هذه غير معلومه. ولا بغيتو ديروه كامل راه ممكن، انا عطيتكم غير معلومه على حسب ان الصدر ديما فاش كتجيو ديروه في الفران راه يعني ما كيجيش مزيان كيبس. مباشره غنحيد داك العطريه ديالي. كنحيد داك الدجاج ديالي سمحوا لي. بالنسبه للدجاج الا بغيتو ديروه قبل وتبيتوه ليله كامله اولا واحد الساعتين راه كديروا العطريه وكتخليوها فيه. انا خدمت به مباشره، يعني صافي غير صوبته خدمت به وجا زوين بزاف. بالنسبه للبطاطا حتى هي غندوزوها في داك الشرموله ديالنا باش كتجي حتى هي داخله فيها داك الشرموله وكتجي بنينه. يمكن لكم البطاطا غير ديروها على اللاطه او الصينيه ديال الفران وكتزيدوا عليها العطريه. انا بالنسبه لي كنشرم لها هكا باش كتجي زوينه وكتدخل فيها العطريه مزيان. صافي مباشره غنجيب داك الصينيه ديال الفرن اولا اللاطه ديال الفرن وغادي نبدا كنفرش داك البطاطا. اللاطه ديال الفران ما كندهنها انا ما والو، بغيتو نتوما دهنوها بالزيت ممكن، ولكن ما كتحتاجش حيت الدجاج ولا البطاطا كيطلقوا الماء. غتلاحظوا بانني ما زدتش الماء نهائيا، ما كنزيدوش الماء في هذا الطبق حيت البطاطا كما قلت لكم والمكونات اللي عندنا كيزيدوا كيطلقوا واحد الماء كثير. مباشره فاش غنسالي غندير واحد القطع ديال المطيشه. درت غير حبه ديال المطيشه، بغيتو تكثروا ممكن، وكما قلت لكم في الاول يمكن لكم ديروا الخضره اللي كتفضلوا. وكنزيدوا داك الدجاج كنخليوه هو الفوقاني. بالنسبه للمده ديال الطياب انا بعدا غطيته بالامينيوم وها هو غادي يبان معكم بانني غطيته. الناس اللي كيقول لك ان الامينيوم ماشي صحي يمكن لكم ديروا غير واحد الصينيه ديال الفرن وقبل كتسكوا داك الدجاج ديالكم باش كيدخل فيه الطياب. كما قلت لكم المده ديال الطياب كتكون انا خدا ليا في الفران العادي
ساعه وربع على نار متوسطه. هانتوما من بعد ساعه وربع كنجبدو وكنبدا كنسقيه بداك المياه اللي خرجت ليا كما كتشوفوا. علاش؟ باش الدجاج ديالنا كيتحمر وكياخذ لنا داك اللون محمر بلا ما كندهنوه بلا حتى حاجه، غير كنبقاو غاديين وكنسقيو معاه. وهانتوما شفتوا كيخرج واحد الكميه كثيره من الماء، يعني كتبقاو كتخليوه في الفران الى حتى كيختار كتبقى غير الزويته من الفوق، كتعرفوا بانه طاب. ندوزو دابا العصير ديالنا اللي قدمناه مع هاد الطبق. انا درت حامضه غير الداخل ديالها، كتحيدوا لها داك العظيمات، ودرت 2 حبات ديال الخيار اللي كنكونوا قشرناهم بطبيعه الحال من قبل. وكنديروا القشور ديال الحامض، يعني غير الحامضه كتحكوها وكتاخذوا القشور ديالها وكتاخذوا اللب الداخلي، يعني هذيك القشره الفوقانيه داك البيضه اللي كتكون مره ما كديروهاش باش ما كيجيكمش العصير ديالكم مر اولا فيه داك المروره كثيره. درت انا يطرو ديال الماء. الماء ديما كيبقى على حساب الاختيار، يعني يمكن لكم تزيدوا او لا تنقصوا كما بغيتوا. من بعد فاش طحنتو كنجيبو كنصفيه باش ما كيبقاليش فيه داك التكتلات اولا ما كيبقاليش فيه داك الطرف ديال الحامض وداك الطرف ديال الخيار. فاش كنسالي بالتصفيه ديالو عاد كنزيد له انا سنيده. بغيتو تزيدوا له سنيده في الاول راه ممكن، ماشي مشكل. انا كنزيد له حتى للتالي باش كتحكموا في السنيده ديالكم. بالنسبه لهذا العصير كيبغي السكر بزايد، حيت كما كتعرفوا ان العصير او الليمون كيكون حامض، يعني كيبغي السكر بزايد. انا ضفت له 3 المعالق السكر، انتم غتشوفوا معايا ضفت 3 المعالق السكر. ومن بعد راني زدت له معلقه، يعني ضفت 4 ديال المعالق. والسكر ديما كتبقى على حساب كل واحد وكل على حساب الذوق ديالكم. شنو المكون اللي كنزيد انا في هذا العصير؟ كنزيد ياغورت ديال البيستاج. الا كان متوفر كديروه، الا ما كانش متوفر ما كديروش. يمكن لكم ديروا حتى ياغورت ديال الفاني، ويمكن لكم تستغناو عليه كما قلت لكم، راه كيجي بلا بيه زوين بزاف. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون نال اعجابكم، ونتلاقاو دائما في وصفه جديده مع فيديو جديد.